ازاي تعمل تأثير التايم لابس على فيديوهاتك في بريمير برو؟ يلا بينا نبدأ. اول حاجه محتاجينها في فيديو النهارده ان احنا يبقى معانا فيديو يكون طويل شويه، يعني مثلا دقيقه او اكتر، فيما فوق بقى زي ما انت عايز. عشان لو انت عايز تعمل تأثير التايم لابس انت هتخلي الفيديو الطويل ده مثلا 10-15 ثانيه. فعشان نعمل كده اول حاجه نعملها هروح على افكتس، هلاقيها هنا. لو ملناش هنا زي عندي كده هروح على ويندو ونختارها من هنا، هنلاقيها ظهرت على طول هنا. طبعا انت ممكن تغير مكانها زي ما انت عايز، انا بحبها تحت على الشمال هنا، فاقوم شددها كده اقوم حاططها هنا كده بس. هنلاقيها جت عندنا هنا واختفت من الحته اللي على اليمين. بعد كده هنعمل سيرش على افكت اسمه بوسترايز تايم، هنلاقيه ظهر هنا بالشكل ده كده. هناخده ونعمله دراج اند دروب ونحطه على الفيديو بتاعنا. وبعد كده نروح على افكت كنترولز، نتاكد احنا عاملين سيلكت الفيديو وننزل. هنلاقي حاجه اسمها فريم ريت تحت بوسترايز تايم، هنغيرها نخليها حاجه بين 1-1.5. هتسالني ايه بيعمل الفريم ريت؟ هوريكم مثلا اخليه 1.1 ونيجي نشغل الفيديو كده، هنلاحظ ان هو تقريبا كانه ماشي فريم باي فريم، يعني كانه اتقطع حتت. وده الهدف اصلا من بوسترايز تايم. فانت ممكن تغيرها من 1-1.5 على حسب انت طول القطعه عايزها تبقى قد ايه. وبعد كده هنحتاج بقى نسرع الفيديو. طبعا احنا كنا شرحنا الطريقه في فيديو قبل كده، هتلاقوا اللينك بتاعه في الاي فوق. وبعد كده نضغط كليك يمين ونروح على سبيد اند ديوريشن. ممكن نخلي الديوريشن بتاعنا 10 ثواني زي ما احنا عايزين. ممكن نخليها 10 ثواني، الوقت اللي انت عايزه بالظبط. هو هيسرعه لغايه ما يبقى 10 ثواني وبس كده. هنلاقي الفيديو قل زي ما انتم شايفين كده. ممكن بقى نكبره عشان يبقى ظاهر قصادنا بس، ونبتدي نشغل الفيديو. لاحظ ان هو ممكن يقطع معاك شويه، وده ممكن يكون سبب ان بريمير برو لسه مش قادر يبروسس العمليات اللي انت عملتها. فانت بتساعده انه يعملها بانك تضغط على الفيديو وكده تروح على سيكونس وتقول له ريندر سيلكشن، او ممكن بكل بساطه تضغط انتر على الكيبورد. هتلاقيه عمل ريندر لوحده، يعني ده شورت كات يعني. بعد ما يخلص هتلاحظ ان الحته البار اللي فوق ده كان لونه احمر، ده بيقول لك ان هو لسه ما اتعملوش ريندر. بعد ما عملنا له ريندر حول لونه للون الاخضر. نيجي نشغل الفيديو نلاقي الفيديو خلاص اتحط تأثير التايم لابس زي ما انتم شايفين. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. متنسوش تعملوا لايك الفيديو وتشتركوا في القناه وتابعونا على صفحه الفيسبوك، هتلاقوا اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن. وبس كده، سلام.